السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله يا رب تشتركوا في قناتي وتحطوا لي لايك عشان القناة تكبر، وحطوا لي كومنت جميل منكم. دلوقتي احنا هنتكلم ازاي تربي ارانب حتى لو انت ما معكيش فلوس تجيبي سلكات. هو اهم حاجة طبعا هي اللي بتتكلف فلوس ياما، هي السلكات. فاحنا طبعا هنتكلم ازاي نعمل عيون للأرانب من غير ما نجيب سلكات ومن غير ما نتكلف. احنا يا دوب هنجيب الأرانب واللي هي اللي نبدأ بيها المشروع، وهنجيب العلف بس. اما العيون هنعملها بأي خشب مستعمل عندنا. انا عاملة هنا اهو شبابيك قديمة ودولاب قديم، شبابيك ودولاب عاملة كده اهو. عايزة اوريها لكم من بعيد هي كام عين اهو، 4 عيون اهي. دي العين الاولى اهي فيها اهي، ودي العين التانية دي الارنبة اللي كان عندها جرب طلعتها بعالجها. ودي العين التالتة اهي، وعيون واسعة وحلوة خالص. ودي العين التالتة الرابعة فيها الذكر. انا كنت جايبة 3 امهات والذكر. طبعا العيون اهو عاملة ايه، عاملة قايم هنا اهو، القايم الاساسي وده قايم اساسي ده، ومثبته بقى ايه، عامله فواصل. القايم اللي ورا ده الحيطه، عامله فواصل بقى بينهم وبين بعض. قايساها بقى ايه على مقاس الحلق ده، عشان الحلق ده انا عاملاه للولاده، عاملاه بدل الولاده. كل عندها ايه ولاده. وهنا اهو، وطبعا انا عامله لهم الغطا اللي بغطي بيه العين اهو، ضلفة خشب، ضلفة شباك قديمة برضو اهي. وحاطه لها ايه سلك بحيث ان تبقى متهوية، المكان متهوي خالص وكويس. واهي يعني التانية كمان اهي برضو ضلفة خشب، ضلفة شباك برضو قديمة اهي. بس انا لما بتبقى بقى الارنبة والدة بعمل ايه، هوريكوا دلوقتي. مثلا الارنبة ولدت عشان ما يبقاش الخلفة بتاعتها منها للسما كده وتسقع او تحصل لها حاجة، باجي مغطية المكان كده، الولادة بغطيها كده اهي. اي حتة خشب بقى عندك قديمة تعملي بيها كل حاجة اهو. طبعا الأوضة متقفلة بالشبابيك، ما بتبقاش مفتحة، والشبابيك حاطة عليها سلك برضه. لو فتحت الشيش بقفل، بيبقى السلك موجود. وال اهو بصوا كده بقفل عليهم اهو بسلك عشان ما ينطوش عند بعض وما ينطوش، ما يطلعوش بره المكان. وهي النظافة بتاعتها بتبقى سهلة جدا. بنضف، بشيل الروث بتاعهم كله، وبرش جير في الأرضية. بصوا الأرنبة قاعدة مرتاحة ازاي اهي. الجير بقى بينضف المكان خالص، وحتى لو عملوا حمام مية عليه فالجير بيشرب المية، فبتبقى المكان نظيف على طول. وطبعا ما بطولش عليهم بقى في النظافة، بنضف لهم على طول ان شاء الله. و... وكمان انا مش بحب ان الارانب تبقى مطلوعة على بعضها. يعني انا بطلق الخلفة لوحدها في الارضية مع بعضها بس عفوا الارانب اللي هي الامهات والذكر الكبير ما بحبسهم بعيد عن بعض، علشان ابقى عارفه دي مثلا عشر امتى، ابقى عارفه دي هتولد امتى، ابقى عارفه الذكر ما يعشرش كده عمال على بطال.
عشان برضو الخلفة الصغيرة ما تعشرش على طول، عشان هما كمان يحافظوا على ولادهم بعد العشر، بعد الولادة. والمكان حلو خالص، وانا واخدة من دي كذا بطن قبل كده. انا جايباهم من اول الشتاء، جايبة الامهات دي والذكر من اول الشتاء، وخدت منهم ما شاء الله الحمد لله انتاج كويس في الولادات دي، في العيون اللي انا عاملاها لهم دي. من اول ما جم وانا عامله لهم العيون دي، وهم من اول ما جم وانا باخد انتاج منهم. طبعا انا عشان ان شاء الله الحمد لله يعني بقى عندي انتاج تاني. خدت منهم من ولادهم، من الخلفه بتاعتهم، خدت امهات وعشرتها. فجايبه لهم حاجه تانية بقى هعملها لهم، والفيديو الجاي ان شاء الله هوريكم اللي انا جبته لهم وعملته. برضه حاجه رخيصه جدا مش غاليه. طبعا السلكات بألوفات دلوقتي، مش زي زمان. كنت انا بربي ارانب قبل كده، وكنت بجيب السلكات يعني برضو في المتناول شويه، انما دلوقتي الدنيا غلت خالص. فدلوقتي بقى نعتمدوا بقى على الحاجات اللي احنا بنعملوها دلوقتي، وربنا ييسر الامور ان شاء الله. ودمتم سالمين ان شاء الله، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.